اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا. حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وهنا. ربنا يسعدكم ويريح قلوبكم يا رب ويفرحكم دايما زي ما انتم مفرحيني دايما بتعليقاتكم الحلوه ليا. النهارده هنعمل لقمه المشاوي او العيش الشامي. يعني هو ليه اسمين اتنين، لقمه المشاوي او العيش الشامي، بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا وطريقه مميزه جدا جدا جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا. معايا هنا المكونات بتاعتي بقى: نص كيلو دقيق اهو يا بنات، نص كيلو بيعمل لنا كميه حلوه جدا. ومعايا ظرف خميره فوريه، تمام، او معلقه كبيره خميره فوريه لو انت عندك خميره سايبه، تمام. ومعايا ذره ملح، مفيش اكتر من كده، يعني هما دول بس المقادير بتاعتي. خلاص كده انا نزلت اهوت، وطبعا معايا كوبايه ميه دافيه هنعجن بيها. خلاص اهوت انا ابتديت اعجن اهوت. حطيت كوبايه الميه، هي هتحتاج مني كوبايتين ميه. حطيت كوبايه ميه اهيت، وبعدين هجيب شويه ميه كمان وهزود بيها العجينه بتاعتي لغايه ما تبقى عجينه متماسكه جميله جدا، طريه وحلوه معايا، يعني تعرفي تشكلها زي ما انت عايزه. زي ما انت شايفه كده اهوت يا بنات، انا خلصت عجنه اهوت. بتقعدي تعجني فيها 10 دقايق اهيت لغايه ما تتعجن معاكي. طبعا حابه تعجني في العجان اعجني، حابه تعجني بايدك اعجني، بس هي مش هتاخد وقت كتير يعني عشان نعجن في العجان. بنعملها سهله وبسيطه اهيت بايدينا، وما بتاخدش وقت اكتر من كده. خلاص انا خلصت اهو زي ما انتم شايفين. حطيت شويه دقيق وخلاص كده هركنها ساعه بحالها. ساعة كاملة بتغطيها بقماشة نظيفة أو فوطة نظيفة وبعدين نشتغل فيها. خلاص بعد ما عدت ساعة هي بنهبطها بقى، بنديها بوكسين كده نهبط التخمير بتاعها عشان نعرف نشكلها وتخمر معايا تاني، وتبقى العجينة حلوة من جوه وهشة وجميلة. اهو زي ما انتم شايفين يا بنات اهوت، انا عملتها اهوت كور، عملتها 16 كورة. عملوا معايا 16 رغيف، تمام. يعني نص كيلو دقيق عملوا معايا كمية حلوة جدا جدا جدا. عملوا معايا 17 او 16 رغيف، تمام. خلاص كده اهوت انا كورتها كلها اهوت. بتغطيها برضو يعني ترتاح دقيقتين كده وبعدين تشتغلي فيها تاني. انا غطيتها اهوت بفوطه نظيفه او قماشه نظيفه عندك وبعدين بتشتغلي فيها. خلاص كده اهوت يا بنات، يعني انا قعدتها ربع ساعه اهوت زي ما انتم شايفين. هبدا اشتغل فيها بقى، ارش شويه دقيق كده على الرخامه بتاعتي او على الطبليه او على اي حاجه انت هتعملي عليها، وهتبداي تشكلي العجينه بتاعتك. طبعا لقمه المشاوي في المطاعم اشتهرت جدا جدا الفتره الاخيره. بيبقى الرغيف صغنن خالص، يا دوبك بياخد سندوتش كفته او ياخد برجايه او ياخد كبده، سندوتش كبده صغير، ما بيكبرهوش عن كده. طبعا بيبقى طعمه لذيذ وشكله لذيذ جدا اما يبقى صغير عن اما يبقى كبير، تمام. اهو يا بنات انا ابتديت اخد النشابه بتاعتي وابدا اعمل بيها اهو زي ما انتم شايفين. بتحطي رشه دقيق فوقها برضو، يعني تحت وفوق، تمام كده. اهو زي ما انتم شايفين كده، ما تكتريش اكتر من كده، يعني ما تكبرهوش عن كده. هو كده حلو، الحجم المناسب ليه زي الفل كده معايا. خلاص كده يا بنات اهوت هبدا اشكل بقى. بتعملي 3 ب3 يعني عشان تخلصي الكميه اللي معاكي. النص كيلو بيعمل معايا 16 رغيف، 16 رغيف، تمام. يعني انت لو حابه تعملي نص المقادير هتعملي مثلا ربع كيلو دقيق ليكي انت واولادك، هيعمل 8 رغيفه معاكي بيبقى زي الفل معاكي، تمام. خلاص كده يا بنات اهوت انا بعمل اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي انت تعمليه بتغطيه، بس انا كمني عامله التلاتة مع بعض هغطيهم بقى مع بعض. خلاص اهوت اهم يا بنات زي ما انت شايفه كده، ما بياخدش وقت اكتر من كده، يعني سهل خالص تعمليه بكل سهولة. قومي اعملي كده لولادك اللي هم عايزينه، بدل ما تشتري اكل المطاعم من بره، لا اعملي انتي في البيت وبطريقة سهلة وسريعة، وما بياخدش برضو ولا مجهود ولا مال، يعني كله سهل بصراحة. اهو زي ما انت شايفة كده انا خلصت اهو زي ما انت شايفة. انا عملت كمية حلوة اهيت، انا عملت 4 اهوت. هبدأ بقى اكمل الباقي وبعدين اوريهولك عامل ازاي. طبعا يا بنات بقى صلوا على النبي واذكري الله كتير وانت بتشتغلي عشان ربنا يسهل كل حاجه ما بين ايديكي وتخلصي على طول وما تحسيش ولا بملل ولا بزهق. خلاص اهوت انا عملت الكميه كلها، غطيها ربع ساعه وبعدين ابدا فيها. خلاص اهو هبدا بقى اعملها بقى على النار. طبعا اي صينيه قديمه عندك، لاني انت هتحطها كتير على النار يعني هتتحروق منك، يعني هتبقى هتسمر منك شويه.
يبقى اي واحده قديمه عندك، اي صينيه قديمه عندك اعملي فيها بقى، خلي ليها للمخبوزات يعني على النار زي ما انت شايفه كده. طبعا حابه تعمليها في الفرن، بتحطيهم في صاج كلهم وتشغلي النار على العالي من تحت، وبعدين بتهدي النار بعد كده. اهو زي ما انت شايفه النار بتاعتك متوسطه هنا اهو. شايفين الرغيف؟ ولا رغيف مقبش، كله قب يا بنات. شايفين الجمال؟ زي العسل، تحفه تحفه تحفه. شايفين الجمال؟ وحاجه نظيفه من ايدك ربنا لعيالك، يحسن حاجه ما بين زي ايدك العسل. ويا رب. قوموا جربوا بقى واعملوا وقولوا رايكم في التعليقات. وشوفي كم رغيف مش هيقب معاكي وكم رغيف هيقب معاكي. عرفيني كده يعني الوصفه خدت منك قد ايه، خدت منك وقت قد ايه ومجهود قد ايه. وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم ويبقى كل حاجه سهله ما بين ايديكم. وجربوا واعملوا، وتسلم ايدكم وعيونكم مقدما. حاجه كده عسل عسل. شايفين الجمال؟ انا فتحت واحد عشان اوريكم عامل ازاي من جوه، زي العسل. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تحطي لايك وتشترك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامه.